السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات أم ريم. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم وانتم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم كما كتشوفوا غادي نصايبوا واحد الطورطه ديال عيد الميلاد على شكل قلب. صيبتها لواحد صديقه ديالي بمناسبه عيد ميلاد الزوج ديالها. صيبنا بواحد الطريقه سهله وبسيطه. بطبيعه الحال صاحبه الطلبيه بغات الحلوى بمذاق الشوكولاته والقهوه. درتها بواحد الطريقه سهله وبسيطه غادي تعجبكم اكيد وفي متناول الجميع، حتى المبتدئات ممكن يصيبوها باسهل طريقه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنسونيش من لايك، ما تنسونيش من الاشتراك في القناه، بارطاجيو الفيديو كاع عند الناس اللي كتعرفوهم في مواقع التواصل الاجتماعي. تلاقاو مع المقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي هنا نحتاج واحد 8 ديال البيضات كاملين. غادي نحتاج واحد 180 غرام ديال السكر. غادي نحتاج واحد 200 غرام ديال الطحين، وغادي نحتاج واحد 40 غرام ديال الكاكاو. اول حاجه غادي نديرها، غادي ندير واحد القبصه ديال الملحه. غادي ندير البيض ديالي يطرب ليا مزيان في الطرب كهربائي. نتوما يمكن لكم تخدموا بالباطور العادي. ضروري غادي نحتاجو باش نصيبوا الجينواز، نحتاجو نخدموا بالباطور، لان الفويه العاديه ما غاديش تخرج لينا الجينواز كيما خصو يكون. غادي نبقى نزيد السكر بشويه بشويه. من بعد ملي كيطلع ليا مزيان غادي نزيد عليه الطحين. انا هنايا درت 200 غرام وغادي نزيد، ومن طبيعه الحال غادي نبقى ندخل فيه بشويه بشويه باش البيض ديالي ما يهبطش ليا. غنبقى نخلط فيه بحال هكذا من تحت للفوق بشويه بشويه. ومن بعد من غادي نحس بان الطحين اندمج ليا مع الخليط ديال البيض، غادي نزيد من بعد طبيعه الحال الكاكاو. هنايا الكاكاو عندي 40 غرام. بطبيعه الحال كل يعني المقادير كامله غادي تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف. غادي بطبيعه الحال الطحين والكاكاو ضروري خاصني ندوزهم في الغربال، واخا انايا مغربلاهم ولكن ضروري خاصني نغربلهم، لان من بعد كيتكونوا دوك الكويرات. فانايا الجنوز ديالي خاصها تكون ما يتكونوش ليا دوك الكويرات. انا هنايا غادي نحاول نقسم هذا الخليط ديالي على 3 ديال الاقسام. غادي ندير هنايا لاطا عاديه لان ما عنديش مول ديال القلب بالحجم الكبير. غادي ندير بحال هكذا، ومن بعد غادي نقطعها على شكل قلب. هنايا غادي نحاول نوجد بين مطاب ديال جينواز. غادي نحاول نوجد كريمه ديال القهوه. غادي نحتاج ليها واحد 4 البيضات. غادي نحتاج واحد 40 غرام ديال النشا. غادي نحتاج نصف لتر ديال الحليب. غادي نحتاج واحد 4 حتى 5 معالق ديال السكر. وغادي نحتاج هنايا نسكافيه. وغادي نحتاج قهوه معصره. غادي نحاول هنايا في الطنجره ديالتي غادي ندير الحليب وغادي ندير معاه نص الكميه ديال السكر، ونديرو عليه العافيه يغلى ليا او على الاقل يسخن ليا مزيان. من بعد غادي ناخذ هذا البيض هو وما تبقى ليا من السكر، غادي نخدمهم مزيان بالفويي حتى يندمج ليا داك الخليط ديال البيض والسكر. نبقى بحال هكذا كنخدم فيه مزيان. من بعد غادي نزيد عليه النشا. انا هنايا عندي واحد 40 غرام ديال النشا، يعني ما يعادل واحد 3 المعالق كبار ديال النشا. نخلط مزيان مع الخليط ديال البيض حتى نحس بان داك النشا دخل ليا مزيان مع الخليط ديال البيض. ومن بعد غادي نزيد هذاك الكاس ديال النسكافيه اللي انا موجداه. هاد الكريمه هذه ديال القهوه كتجي زوينه بزاف، تستعملوها حتى في وصفات اخرى ديال مثلا مع لي طاغط مع الحلويات اخرى ديال لا كريم. يعني واحد الوصفه سهله وزوينه. انا غادي نزيد القهوه المعصره باش تركز ليا ديك المذاق ديال كريمه القهوه وتجيني زوينه. من بعد انا غادي نديها العافيه. غادي نزيد عليه هذاك الحليب اللي سخن ليا مزيان، نزيدو على الخليط
ومن بعد ندير كلشي في الطنجره ديالتي ونرجعها للعافيه باش يعقد ليا هاد الخليط هذا، وترجع ليا كوم اون كريم باتيسيير بمذاق القهوه. كيجي المذاق ديالها زوين بزاف. تقدروا تستعملوا حتى في لي طارطولات صغيورين اولا لي طارط الكبار اولا في حلويات لا كريم. هنا من بعد ما عقد ليا الخليط غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال الزبده كيفاش تزيد تبننها اكثر وتولي ليا ليس وبغيون. من بعد من غادي يدخل ليا هاد الزبده هذه في الخليط في هاد الكريمه هذه، انا غادي نحاول نغطيها مزيان باش ما ديرش ليا هذيك القشره من الفوق، وندخلها للثلاجه تبرد ليا مزيان واحد نص ساعه 3 ساعات المكانه. المهم على الجهد اللي تبرد ليا. انايا الجينواز هنا قطعته، حيت درت انا 3 ديال الجينوازات قطعت على شكل قلب، يعني انا ما عنديش اطار ديال اللي نقطع به القلب، قطعتها بحال هكذا عشوائي يعني غير بهاد الكرتونه هذه العاديه. هنايا من بعد ما الكريمه بردات ليا غادي نزيدها على هنايا. طلعت واحد 250 غرام ديال لا كريم شونتيي، طلعتها يعني كريمه الخفق العاديه. انا هنايا عندي كريمه جا حلوه، يعني انا ما زدتش عليها السكر نهائيا. وجا هنايا الكريم باتيسيير مذاق القهوه جا فيه السكر، يعني غادي نكتفي غير بهاد الحلاوه هذه. غادي نحاول ندمج هاد الخليطين مع بعضياتهم في الطراب الكهربائي. ملي غادي ندمجوا ليا مزيان غادي نبقى نوجد من بعد غادي نبقى نوجد الحلوه ديالتي. هنا بطبيعه الحال انا وجدت السيرو ديال القهوه. غادي نحاول نفزك هاد الجينواز ديالي، نحاول نفزكها مزيان باش تشرب ليا السيرو ديال القهوه. ومن بعد غادي نحاول ندير من الفوق الكريمه ديالتي اللي وجدتها كما كتشوفوا بحال هكا، نسرحها كامله مزيان. ونفس القضيه غادي نديرها مع كامل الطبقات اللي غادي نديرهم من بعد. يعني انا هنا حاولت ندير 3 ديال الطبقات. ومن بعد غادي ندير الكريمه، غادي نغطيها على كامل الحلوه ديالتي. نفس الكريمه غادي نغطيها كامله كما كتشوفوا. من بعد ما غطيت الكريمه يعني الحلوه ديالتي غطيتها كامله بالكريمه، انايا هنايا وجدت واحد الكناج، واحد الكناج سهل وبسيط. وجدته بواحد 400 غرام ديال الشكلاط الاسود مع 400 غرام ديال القشطه الطريه. خلطتهم مع بعضياتهم في البامغي. منين وجدوا ليا مزيان، يعني دابوا مع بعضياتهم مزيان، خليتها حتى بردات. انا بطبيعه الحال كنشرح لكم، ولكن من بعد غادي تفهموني اشنو بغيت نقول لكم. هنا بطبيعه الحال كنحاول نسرح مزيان الكريمه ديالتي. انايا هنا بطبيعه الحال كما قلت لكم، هنايا هاد الكريمه انا جدا وجدتها حتى بردات ليا وصفيتها. يعني هاد الكاناج ديال القشطه الطريه والشكلاط الاسود غادي نحاول نكبها على الطورطه ديالتي كامله. وهنا بطبيعه الحال انايا في الطاوره نديرها شويه، دايره مغطياها بالبلاستيك الغذائي باش هذاك الشيء اللي طاح ليا من تحت غادي نعاود نديرو من الفوق الا احتاجيت. هنايا بطبيعه الحال انا كيحسب لي الكاميرا كتفيلمي يعني في الوقيته اللي كنت كنكب الكناش، ولكن من بعد لقيتها طافيه. معليش، المهم راكم فهمتوني شنو درت. يعني فقط اني خويت الكناج على الحلوه ديالتي. انا هنايا غادي نحاول نزينها، ندير واحد الشكل ديال الوريدات. نتوما يمكن لكم تزينوها بالشكل اللي بغيتو. فاول حاجه انايا كتبت الاسم ديال صاحب اللي عنده، الشخص اللي عنده العيد الميلاد. وهنايا غادي نحاول نصيب وريدات بالالوان اللي عندي. هنا عندي شكل ديال الماغون، صيبت يعني خضار بحال هكذا ابيض. وانتم بطبيعه الحال على حسب الرغبه ديالتكم وعلى حسب داكشي اللي بغيتو نتوما يمكن لكم تذوقوا الحلوه ديالتكم، وكيبقى لكم كامل الاختيار. ممكن نتوما ديروا ديكورات اخرى على حسب الرغبه ديالتكم نتوما. انا هنا بطبيعه الحال غادي نخليكم مع الصور باش تشوفوا باقي المراحل، لان هذاك الشيء واضح مزيان ما كيحتاج للشرح. نخليكم مع الصور. حلوه كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف، يعني ماشي فقط في المنظر
ولكن حتى في المذاق كتجي زوينه بزاف. وهذه الحلوه ديالتنا من بعد ما ساليناها، شفتوا كيفاش جات شي حاجه زوينه بزاف، شي حاجه رائعه. الكناج طلع غزال، والحلوه جات في شكلها النهائي جات زوينه بزاف. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، لانها فعلا حلوه كتستحق التجربه، حلوه رائعه بزاف شكلا ومذاقا. نتمنىكم تجربوها. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنسونيش من لايك وبارطاجيو الفيديو كاع عند الناس اللي كتعرفوهم في مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم كل جديد. تلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.